إدارة النادي الأهلي السعودي تحركاتها في سوق الانتقالات الصيفية بحثا عن جناح أجنبي لتعويض رحيل الجزائري رياض محرز الذي غادر الفريق مؤخرا، وضعت أحد اللاعبين البرازيليين ضمن أبرز خياراتها لدعم الخط الأمامي قبل انطلاقة الموسم الجديد. وبحسب تقارير صحفية عالمية فإن الأهلي يراقب البرازيلي إيغور بايشاو جناح نادي فاينورد الهولندي بعدما لفت الأنظار بمستوياته المميزة خلال الموسم الماضي، إلا أن إتمام الصفقة يرتبط بموقف النادي الهولندي من التعاقد مع بديل مناسب للاعب. وأشارت التقارير إلى أن فاينورد لن يمنح الضوء الأخضر لرحيل بايشاو إلا بعد حسم صفقة تعوض غيابه، وهو الشرط الذي أبطأ المفاوضات حتى الآن رغم اهتمام الأهلي الجاد بضم اللاعب. ويأتي اهتمام الراقي ببايشاو ضمن خطة الإدارة لإعادة بناء الخط الهجومي بعد رحيل محرز، مع السعي للتعاقد مع لاعب يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في المفاوضات في ظل رغبة الأهلي في إنهاء ملف الجناح الأجنبي، بينما يترقب مسؤول النادي الموقف النهائي لفاينورد بشأن مستقبل اللاعب البرازيلي.